نمت يا صاحبي وصحيت على كابوسين يطيروا العقل، واحد كبير واحد صغير. نيجي على الصغير الأول، للضحية ديت على يد البغل ده. القضية كانت نايمة في المحكمة 2.5 سنين، وصحيت دلوقتي على كابوس ما يرضيش أهل الضحية اللي وجهت نداء لينا كلنا. هقول لك عليه يا صاحبي بعد ما أقول لك على الكابوس الكبير للخنزير ده اللي سأل قدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصور وأغاني وفيديوهات تقشعر منها القلوب. لو أنت يا صاحبي مسلم بحق وعندك غير على دينك، كمل معايا بعد الانترو، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان هجيب لك حاجات مستخبية عنك وحاجات تانية كتير شايفها وعامل مش واخد بالك. نيجي على الكابوس الصغير للبغل ده اللي المحكمة حكمت عليه ب15 سنة لاغتصاب وقتل طفلة أسيل اللي عندها 7 سنين دي، بعد ما أهلها شافوا عذاب ومرار على فراق بنتهم 2.5 سنين، وفي الآخر المحكمة حكمت ب15 سنة على البغل ده. والحكم ده هو أقصى عقوبة لأحكام الطفل، والحكم ده زاد المرار أكتر لأهل الضحية، وبيطالبوا بتعديل الحكم ده لإعدام. أنا عندي يا صاحبي طلبين مهمين أوي، يا ريت يا صاحبي تسمعهم وتشوف أنا عندي حق ولا لأ للكابوسين اللي أنا شفتهم دول. الطلب الأول للكابوس الصغير اللي أصبح في السنين اللي فاتت ديت بيتكرر، ولو ما حصلش تعديل في أحكام الطفل ديت الموضوع هيتكرر كتير أوي من هنا وجاي. فبطلب طلب بسيط، كل المحاميين ورجال القانون الشرفاء يفتحوا النقاش حول قانون الطفل ويوصلوه للإعلام عشان القانون ده يتعدل لحماية المجتمع، وفي نفس الوقت ما يضرش الاتفاقية الدولية اللي مصر ماضية عليها. أنا بشكرهم على تركيزهم على التيك توك وخدش حياة الأسرة، وهو رئيسنا بص للحتة ديت. خليكم معايا وقفوا معايا، عشان والله لو سكتنا هنروح كلنا في حتة ضلمة مش هنشوف قدامنا خالص. نيجي بقى على الكابوس الكبير اللي للأسف لسه ما حدش بيتكلم عليه، وللأسف ده شغال علينا من سنين، وللأسف احنا نايمين. طب لحد امتى؟ الناس زمان انتفضوا واتحركوا، فاكرين أحداث الدنمارك بقالها كتير، ولا أحداث فرنسا وماكرون من 4-5 سنين، والدنيا وقفت وما عادتش، وشعار إلا رسول الله خط أحمر في كل مكان، والمقاطعات للمنتجات والعلاقات في كل مكان. ودي كان بس الصور اتعرضت مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. بس تعالوا بقى شوفوا دلوقتي الكارثة ديت مش صور بس، ده بقت صور وأغاني وأفلام قذرة. الخنزير ده اللي عامل قناة يوتيوب وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والله لو في مسلمين حقا الواد ده ما يتسابش ولا يشوف النور تاني. الواد ده للأسف مصري، راح فين معرفش، بس المصريين يقدروا يعملوا المستحيل ويقدروا يجيبوه. الموضوع خطير ليا وليك ولنا كلنا. عاوز تسكت يا صاحبي براحتك، بس يوم الدين هنتعرض كلنا قدام رب العالمين، والجدع فينا اللي يقدر يروح يجيب شربة ماء من النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا، وما يكونش عنده الحجة للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هتقدر تروح؟ هنهي بحديث يا صاحبي حطه قدام عينك على طول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يا صاحبي ما تسكتش، إلا رسول الله خط أحمر. لو فدتك ولو بحاجة بسيطة ده لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.